اتحاد الكرة المحكمة الفيدرالية السويسرية خلاص اطلعت القرار، يعني يمكن القرار هيجي بكرة، لكن المحكمة الفيدرالية السويسرية أصدرت القرار ببراءة النادي المصري. براءة النادي المصري، رفض طعن اتحاد الكرة في قرار عودة المصري للدوري مرة تانية. يعني كان اتحاد الكرة طعن ضد النادي المصري فاترفض ده وخلاص النادي المصري في الدوري الممتاز الموسم القادم بدون ادنى مشكله. كده ادنى مشكله من الناحيه القانونيه، ما بتكلمش بقى عن الناحيه الجماهيريه والامنيه والفيلم اللي احنا طبعا عارفينه، ده قصه ثانيه، لكن انا بتكلم انه النادي المصري يحق له لعب في الموسم القادم عادي جدا. طبعا خلينا نروح لمكالمه مهمه جدا طبعا قبل ما اكمل كلام، وهي تاتي يعني قبل اي حاجه الاستاذ مستر كامل ابو علي رئيس النادي المصري. مستر كامل مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك، وطبعا برحب بك على شاشه القاهره والناس. النهارده يمكن متهيألي جه قرار هام جدا من المحكمه الفيدراليه. مستر كامل، هو الحمد لله يعني قرار خلاص كده، دي اخر قضيه عندنا مع اتحاد الكوره والموضوع انتهى خلاص الحمد لله. احنا السينات لم يقبل، والمحكمه غرمت اتحاد الكوره انه يلتزم بمصروفات النادي المصري بما يعادل حوالي 18,000 دولار. هو ده الحكم، يعني ده ببساطه جدا. حضرتك كنت واثق من البدايه انه القرار كده؟ يعني انا فاكر كويس كلامك. انا كنت بقول ده من البدايه، بس ما حدش كان صدقني. بالظبط. يعني كنت بقول دايما ان الحكم هيكون لصالح النادي المصري، لان احنا عايشين كلنا ظروف غريبه جدا في مصر، ما تنساش كده برضه يعني. يعني عدم النهارده الدوري بيتلعب بدون جمهور، والدوري النهارده بيتلعب في استادات عسكريه، والدوري له ظروف خاصه، وهو الحاجات دي. طب ده عشان ايه؟ المنتخب بيلعب بره مصر، لما ده مش عارف ايه، يعني الظروف كلها يعني بتثبت ان الحاله اللي عايشين فيها حاله غير طبيعيه بس يعني. فطبعا دي كانت حاجات مهمه جدا، وده اثرت جدا في قرار المحكمه، زائد الاوراق اللي كانت معانا قبل كده، فكانت كلها الحمد لله لصالح النادي المصري. النهارده مستر كامل يمكن كل الحقيقه الفرق البورسعيديه عندها مشكله، يعني حتى يمكن فرق كتيره لما تلعب خارج بورسعيد لما تيجي القاهره بقى عندها مشكله حقيقيه، ويمكن اكيد حضرتك متابع، انا ما بكلمكش في كلام يعني بعيد عنك، حضرتك لامس الكلام ده كويس جدا. انت حضرتك برضو انا عايز اعرف رؤيتك لمشاركه النادي المصري في الدوري السنه الجايه عامله ازاي؟ يعني تخيلك انه هل ممكن يشارك النادي المصري في الدوري السنه الجايه بدون مشاكل، ولا عارف انه ده هيبقى يعني برضو محاط بشويه تفاصيل هتبقى هامه جدا؟ هو بص، انا هقول لك بالنسبه للنادي المصري العام القادم، انا قلت من وجهه نظري حوالي من 3 أسابيع او شهر، ولحد الان انا متمسك بهذا الكلام. وده يعني على لسان كامل ابو علي فقط لا غير. ايوه، يعني ده انا بقول النهارده ان المشكله تتمثل في حاجتين: مشكله امنيه، وموضوع ثاني هي مشكله اقتصاديه، ودي مشكله اقتصاديه على كل انديه مصر. كويس. انا لو بقول لك لو اراهن لو في نادي في مصر النهارده ما عندوش مشاكل ماديه كبيره جدا جدا من الدوري العام الماضي او هذا العام. تمام. يعني في مشاكل، كل الانديه عندها مشاكل ماديه كبيره جدا معروفه جدا. فانا اذا كانت عندي الفرصه النهارده ان انا ممكن ابعد واحمي لعيبتي واحمي النادي بتاعي واخلي الامور تبقى احسن واهدى وكل شيء، ليه انا ما استغلتش الفرصه دي؟ ده كان قصدي على هذا الكلام. وعلشان الدوري السنه الجايه يتلعب من البدايه، ما فيش مشاكل، ما فيش اي حاجه. لكن السنه الجايه لو النادي المصري هيلعب، انا بقول لك ان الدوري هيكون في مشاكل. ثاني حاجه ان النادي المصري هيكون هو شماعه الدوري لاي اخطاء تحصل السنه الجايه، واحنا مش عاوزين. احنا مصدقنا النهارده الامور يعني في تحسن كبير جدا في كل شيء، لكن احنا عاوزين برضو فتره هدوء سنه كمان، ودي السنه دي هتكون مهمه جدا علشان تحط يعني الناس تسامح بعض. يعني حضرتك بترى او وجهه نظرك انت انه سنه كمان بدون النادي المصري ممكن تبقى افضل لكل الاطراف؟ يعني لكل الاطراف ورايح الناس كلها، واول ناس هيرتاحوا ان النادي المصري. يعني انا بقول لك هذا الكلام، اول ناس هيرتاحوا، لان انا عشان ناخد اللعيبه النهارده واخش فندق واكب اتوبيس وهو الحاجات دي كلها، حاجات كتير جدا جدا دي ممكن تاثر علينا في الشكل، وممكن تعمل ضحايا وممكن تعمل حاجات الله اعلم.
واحنا في غنى عن هذه المشاكل. احنا ما صدقنا النهارده ان وصلنا النهارده لهذه النقطه. ومش عايزين نرجع لورا. انا راجل ببص لقدام وبحب المصلحه العامه وبحب النادي بتاعي وبحب بلدي وعاوز الناس كلها تبقى كويسه مع بعض. هو كلام مهم من حضرتك لان حضرتك طبعا بتمثل النادي المصري، فلما لا بس انا بقول لك انا في المبادره بتاعتي ديت انا حصل عليها هجوم جامد جدا في بورسعيد، لكن انا كنت عارف ان ده كان هيحصل. لكن انا قلت وجهه نظري لان انا دايما بقول اللي انا عاوزه، لان اللي انا بشعر بيه واللي انا بحس بيه انا بفكر فيه بقوله دايما على لساني، وده الحمد لله ربنا ادانا هذه الصفه ان انا لا انافق احد. تمام. ولا عاوز جماهيريه ولا عاوز اي شيء. انا كل عاوزه في الاخر انها مصلحه عامه ومصلحه بلدي قبل كل شيء. انا برضو قريت حاجه ما اعرفش صح ولا غلط، انه لما طبعا حصل غرامه على اتحاد الكره النهارده، طبعا زي ما حضرتك قلت تقريبا 17,000 فرنك سويسري، ده بالاضافه طبعا ل 100,000 دولار في اعتقد فلوس على محامي وكلام من ده. حضرتك قلت حاجه او سامع كلام انه في هترفع قضيه عليهم بتهمه اهدار المال العام؟ لا بص حضرتك لازم انا قلت الكلام ده له كذا مره قبل كده من زمان ان في اهدار مال عام، والناس كلها كانت عارفه ان القضيه خسرانه. في اتحاد الكوره كانوا عارفين ان القضيه خسرانه في وجهه نظرك؟ ده كانوا عارفين انها خسرانه. وانا بقول لك هذا الكلام. كانوا بيورئوا صحتهم يعني. كانوا ضغط وزير الرياضه. ضغط وزير الرياضه على اتحاد الكوره اللي خلى القضيه تروح للسينات. انا بقول لك هذا الكلام وعلى مسؤوليتي الشخصيه. يعني هم كانوا عارفين ان هي خسرانه بس بيورئوا صحتهم يعني او بيخلقوا. لا يا استاذ، وزير الرياضه الضغط بتاعه هو اللي سبب هذا. طب هو ليه يعني ليه بياخد طرف او هو حضرتك ليه؟ انت عارف كويس جدا وزير الرياضه هو مين. يعني اتجاهه الاهلاوي هو اللي خلاه. لا مش الاهلاوي، يعني هو كان ماسك اصلا الدوسيه بتاع الالتراس بتاع بورسعيد قبل ما يبقى وزير. تمام خلاص. وانا كنت اتمنى ان يكون في حياد كامل بدل ما نبذل مجهود في هذا الاتجاه كنا بذلنا المجهود الاخر في الناس مع بعض. ما حصلش حياد في القصه دي في وجهه نظر حضرتك في قصه النادي المصري كلها؟ ولا يمكن ان يحصل حياد ابدا قبل هو القبض على الجاني الرئيسي في هذا الموضوع والاساسي، الجاني اللي عمل مذبحه الاستاد بورسعيد والجاني اللي عمل مذبحه بعد نص الحكم. طب ما المحاكمات شغاله والاحكام طلعت وكده. افندم؟ ما المحاكمات شغاله والاحكام طلعت هي دايما في حاجات بتكون خفيه علينا كلنا واتمنى انها تظهر في يوم من الايام وساعتها هتكون مفاجاه للناس كلها. حضرتك عارفها يعني لكن مش عايز تقولها؟ لا انا حاسس بيها. حاسس ان في مفاجاه؟ انا حاسس بيها ان مش ممكن ابدا احنا ك ولادنا يوصلوا لحاجه زي كده. او ممكن يشتموا بعض، ممكن يكون تعصب، لكن خناقه بتاع كل ده عادي. ممكن ما توصلش للاكل. لا يمكن توصل للاكل. ده حاسس ان في مفاجاه في القصه دي؟ حاسس ان في مفاجاه في القصه دي هتظهر في وقت من الاوقات؟ المفاجاه هتحصل في يوم من الايام. والايام قريبه ان شاء الله. طيب يعني بالنسبه لانتخابات النادي المصري مستر كامل برضو عايز اعرف يعني حضرتك خدت قرار انك ما تبقاش موجود فعلا السنه الجايه؟ طبعا خلاص. انا بالنسبه لي كده، والنهارده بالنسبه لي يعني ده ربنا وفقنا النهارده وخدنا هذا الحكم، وعلشان اسيب النادي في وضع احسن بكتير جدا من سنتين فاتوا. طب ليه يعني حضرتك حاسس انه مثلا لما انت قلت الكلام بتاع عدم مشاركه المصري السنه الجايه افضل حصل هجوم فشعبيتك يعني، ولا ده ملوش علاقه؟ لا انا كنت واخد القرار قبلها. لكن ده انا قلته علشان امنع الحرج عن الناس اللي في المجلس معايا اللي هم فعلا يعني ناس محترمه جدا. فانا قلت ده اخد على مسؤوليتي الشخصيه. طب ليه حضرتك مقاطع الانتخابات يعني؟ دي سؤال مهم. ليه؟ لان انا بص على حاجه بامانه، يعني العمل العام في مصر في الوقت الراهن مهزله، حاجه صعبه جدا. والنهارده اي حد ممكن يتكلم واي حد ممكن يكتب فيك شكوى، اي حد ممكن مش عارف ايه، وبقت ظروف صعبه جدا، وانك انت المسؤوليه بقت صعبه جدا، مفيش حمايه لاي حد. وشوف لي انت رؤساء الانديه النهارده مين فيهم مرتاح في مصر النهارده؟ اعتقد ان كل رؤساء الانديه تعبانين جدا، ومجالس الاداره نفس الكلام، ولا العمليه صعبه جدا. مستر كامل اخر يوم ليك في النادي امتى؟ اخر يوم ليك في النادي امتى؟ يوم 29 يونيو ان شاء الله. يونيو اللي احنا فيه ده؟ يوليو شهر 7 يعني شهر. طيب هل حصل اي اتصال بينك وبين حد في النادي الاهلي؟ هل عملت اي مبادره ولا الكلام ده لسه بدري برضه عليه؟ هقول لك حاجه.
علاقه النادي الاهلي معانا احنا علاقه محترمه جدا جدا جدا. انت بلاحظ ان في خلال حتى في عز الازمه دي ما فيش حد مسؤول النادي الاهلي طلع حاجه من اداره النادي المصري. لا بس هم مقاطعين النادي المصري 5 سنين، يعني رياضيا مقاطعين النادي المصري 5 سنين. ماشي، ده انا بص متفاهم هذا الكلام كويس جدا يعني. وانا لو من الكابتن حسن حمدي كنت هقول نفس الكلام، مش عيب. احنا بص، احنا عيبنا في مصر ما بنحبش الصراحه. لا ما هو حضرتك صريح، انا بحترم فيك كده. انا بتكلم معاك بكل صراحه. ده يعني شيء طبيعي جدا في هذه الظروف، في هذا الوقت بالذات، في هذا الاسبوع اللي حصل فيه الحادثه، الحاجات دي كلها لابد ان كان في حاجات مختلفه جدا. وبعدين ما تنساش برضو ان الاعلام صور الامور بطريقه ثانيه خالص غير الحقيقه. فطبعا ده ما فيش شك انها اثرت على الراي العام في مصر، ولكن هي بمعنى صح يعني ما ننساش ان ديت حاجه اثرت فينا كلنا مع بعض. ما فيش فرق بين ولاد الاهلي وبين ولاد النادي المصري. لكنك ما عملتش اي مبادرات او اتصالات او كده؟ لا احنا عملنا كذا مبادره لكن لم تقبل لان الوقت غير مناسب على ما اظن. لم تقبل. فاعتقد ان في خلال، عشان كده بقول النادي المصري ما يلعبش السنه الجايه، يمكن في خلال هذا العام الامور تهدى شويه، ممكن كل شيء يتغير. تمام. وممكن كل شيء يكون اهدى شويه. طيب سؤالين اخيرين، يعني خروج حضرتك من مقعد الرئاسه في النادي المصري هل معناه برضو توقفك عن دعم النادي ماديا، ولا ممكن يعني برضو لو النادي محتاج حاجه تبقى متواجد معاهم، ولا خلاص الموضوع هيبقى انتهى بقى؟ لا انا زي ما قلت لك، انا بالنسبه لي الموضوع منتهي خلاص انتهى خلاص. لكن انا واثق كويس جدا ان بورسعيد دايما بلد يعني فيها ناس تواصل المسيره يعني. جدا. واكيد ان شاء الله ربنا هيوفق النادي برئيس كويس. واهم حاجه ان نفكر في حاجه واحده بس، ان هو ان يفكر في مصلحه النادي ومصلحه بلده، والناس كلها تستفد يعني تكون على نفس الهدف، وكلنا ان شاء الله هنكون وراه. انا اول واحد هكون وراه ان شاء الله. اكيد. عارف حضرتك طبعا انه الانتخابات احتمال تؤجل بعد الجواب اللي جه من اللجنه الاولمبيه الدوليه لسياده الوزير عمرو فاروق، انه اللائحه يعني ما ينفعش تبقى بالشكل ده ولازم تتوقف كل الانتخابات. حتى معايا نص الجواب النهارده هقراه كمان شويه. عارف القصه دي طبعا، اكيد رايك فيها ايه؟ عارف كويس جدا وعامل حسابها، واكيد طبعا هيكون لي الرد على هذا الكلام بعد ما ادرسه كويس جدا ان شاء الله. بعد ما ادرسه كويس جدا. اشكرك شكرا جزيلا مستر كامل ابو علي رئيس النادي المصري. كانت مفاجاه جميله من منتصر رفاعي طبعا في الاعداد، لانه الراجل ده من الناس الصريحه جدا، وحتى كلامه اعتقد النهارده في صراحه كبيره، بيقول لك النادي المصري يقعد سنه كمان احسن. يعني ما سمعتهاش من حد في بورسعيد قبل كده الصراحه. راجل شايف كده، وطبعا هو تعرض على الهجوم، ده طبيعي جدا.